والشقه هتبقى على الطوب الاحمر. لا لا كده بقى خصم، كده خصم. لا مش بتنزل عن حق. معلش انك ده في هنا وده كده خصم، صح؟ لا النقط عندي. لا لا ما جابش ما جابش 2 ونص 2 ونص. بس هو ما جابش الاجابه كامله. يبقى كده يا باشا 7 ونص 2 ونص. ده السؤال التاني. مبسوط؟ صح؟ ده السؤال التالت ولا التاني؟ تاني. التاني؟ طب هدول معاك؟ لا مش مشكله عادي. لا احنا قلنا ما ايدينا ما تنزلش. ماشي ماشي. أول ما خلصت. ماشي. أول ما خلصت. ماشي؟ هقول السؤال بصياغة واضحة. إيه هي البنود التشطيب بعد ما تعاقد مع العميل؟ لا لسه ما خلصش. لا ثواني قبل ما السؤال يتقال عشان نكمله. كده في خصم نقط. لا عشان اكمل الحلقه. انا كده مش هكمل الحلقه. في خصم نقط عشان انت ضربت جرس. مفيش كلام، مفيش فصال معايا. انا عندي مفيش فصال. ماشي كده انت صفر. لا 2 نص. كده فانت صفر. لا اقسم بالله. نص ايه؟ مش نص. لا نص ازاي؟ هنقسم 2. هنقسم 2 يبقى هو نص. ماشي. واحنا زي ما احنا زي ما ماشي انا موافق. تعالى نكمل. نقول السؤال من الاول بعد اذنك. ماشي. انا اول ما خلصت اضربه بالله عليكم يا جدعان. حاضر. ايه هي مراحل التشطيب اللي بعد التعاقد وبعد المقايسه وبعد التصميم بتتعمل عند عم بتتعمل يا عم جاوب تاني اللي انت عامل انت وهو. ايه ده بقى انت وهو خلينا يا استاذ. بتتعمل والشقه هتبقى على الطوب الاحمر. لا كده بقى خصم، كده خصم. لا مش بتنزل عن حق. معلش انك ده في هنا وده كده خصم، صح؟ لا طبعا. هتشيل 2. هشيل والله ما هشيل ولا حتى واحد. ليه ايه اللي حصل؟ انا عملت ده كده خلاص. لا ما بتحركش المكان. ده اصول شغل. لا اصول شغل. بعد اذنك الجرس ما بتحركش المكان. 5 ونص. ايده طويله قوي بيبقى واقف كده احنا الصبح مش يا عم خلصوني تعبت منكم. 5 ونص. مش بتنزل عن حق. لا لا